الرجوله فيهم، انا عايز ده، انا مش عايز كل شويه حد يجي يكلمني اصل انا عايز اجدد، اصل انا عايز امدد، اصل انا عايز تساوي، اصل ده اللي بيطلع. وفي الاخر يقول لك حق ايه كسر حقك. انت عايز ايه؟ انت في الاول والاخر، في عقود موجوده، اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد واللي يروح يروح لكن حرقه الدم ان انت تبقى فيها كل 3 ايام دي 4 ايام بالشكل ده، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا لاخواتكم في فلسطين. المحنه ما زالت مستمره، ربنا يرفع عنهم البلاء يا رب، وربنا ينصرهم ويكون معاهم ويقويهم ويقف جنبهم يا رب العالمين. قلت الحلقه اللي فاتت ان الراجل ده ما ينفعش، الراجل ده عنده مشاكل، الراجل ده عنده اخطاء دفاعيه، الراجل ده ما ينفعش الاهلي. وده اتكلمت فيه بمنتهى الصراحه، لان في الحقيقه الامور ما بتمشيش كده. الكرة في مصر اساسا مش احسن حاجه، فمش هتبقى الكرة في مصر مش احسن حاجه والنادي الاهلي اللي هو احنا بنقول عليه احسن منظومه في مصر واحسن فرقه في مصر وبتاع، تبقى بتقدم المستوى اللي يجلط الجماهير بتوعها دول على القهوه في المدرجات. نيجي لنقطه الجماهير. الجماهير امبارح بتهاجم الفرقه من الدقيقه 30 او من الدقيقه 20. اسنده، يعني اقف معاه والشوط التاني اقلب عليه، انما احنا بنهاجم اللعيبه من الدقيقه 30. ده عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت. اسمع لينا، كل واحد حقه ان هو يتعصب ويتنرفز لما يشوف فرقته كده، لكن برضه مش هننكر ان الشباب وقفت واتشجعت في لاخر دقيقه، ولما زهقت خلاص بدات بقى ايه، لا يا روبيرو امشي، خد جهازك وامشي، والكلام الحلو. الجماهير كده كده ما عليهاش صوم، الجماهير بتعمل اللي عليها والزياده بجد. اي فرد بيشجع النادي الاهلي بيعمل اللي عليه والزياده، هو مش مطلوب منه ان هو يعمل اكتر من كده. العيب بقى على اللعيبه، اللي انا برضو قلت في حلقات فاتت، لو حد يرجع ليها. اول حلقة نزلت من وجهة نظري قلت ان هم بياكلوا احسن اكل، بيشربوا احسن شرب، بيلبسوا احسن لبس، بيركبوا احسن عربيات، احسن تمرين، احسن جهاز طبي، احسن جهاز فني، احسن ادارة، وبيلعبوا في احسن نادي في افريقيا وبل في الشرق الاوسط كمان. ومحدش يقدر يقول حاجة غير كده، ان النادي الاهلي هو احسن نادي في الشرق الاوسط. اللعيبة ما بتعملش اللي عليها، ما بتعملش اللي عليها بجد خالص خالص يعني. تعالى نيجي للاربع باكات اللي من اول احنا بنغلط غلطات. يعني الاربع باكات دول بجد، دول اربع باكات ما يلعبوش في ساحه شعبيه، طبعا باستثناء اشرف داري اللي اتصاب اصلا في الشوط الاول. يعني ده باستثنائه. اه في الشوط الاول باين يعني، والمعلومه غلط ممكن يصححها لي. محمد هاني ده، انا نفسي اعرف والله العظيم ما بعرف. انا هات لي الشخص اللي لعبك كوره وقول له انت ظلمتني وظلمت الناس اللي بتشجع الاهلي من بعدي. انا نفسي اعرف انت بتلعب كوره او بتلعب جوه النادي الاهلي وباقيين عليك ليه بقالهم 8 9 10 سنين ايا كان، بقالك كتير، بقالك فتره. انا نفسي اعرف انت بتلعب كوره ليه. انت يا ابني لا بتعمل اساسيات مركزك، ولا بتعمل اساسيات غير مركزك، ولا بتعمل اساسيات الكوره. طب انت بتعمل ايه بجد؟ بتعمل ايه يا اخي؟ يا اخي ده ايه ده؟ ده ايه وايه احمد بيكهام فيه ايه يا عم الشعر الاصفر انت؟ ذات الشعر الاصفر ذات الرداء الاحمر. انت ده انت امبارح اللهم كوره في اخر كام دقيقه رحت عديت ما بين اتنين. يا فرحتي، يا فرحتي. ايه ده؟ هو ده كلام يا جدعان؟ هو ده كلام؟ يعني بجد هو ده ان احنا امبارح تايهين. كل واحد بيلعب لوحده، كل واحد واخد نفسه واخد الكورة وعايز يجري بيها في وسط 3 4. مفيش. طيب ماشي، أنا شفت إن تريزيجيه في الملعب مش مركز، مش قادر يلعب خلاص، هو مش قادر، هو عنده مشاكل. أنا المفروض بدوري كمدير فني يا هطلعه عشان أحافظ عليه ومحدش يهاجمه، يا من البداية أصلا بقى ما أحطوش في السكواد، ما أحطوش بقى في التشكيلة من الأول. خلاص. طيب أنا برضو كمدير فني ليه طلعت بن شرقي امبارح؟ هو بن شرقي اتصاب ولا حاجه؟ الوحيد اللي كان تقريبا عامل يعني ها ها هو ومحمد علي بن رمضان ها هنعمل حاجه. احمد زيزو ما شفتكش امبارح.
باختصار انا ما شفتش الفرقه كلها، مش هقعد اتكلم على كل واحد شويه. انا ما شفتش لا ده شكل النادي الاهلي، ولا ده اسلوب لعب النادي الاهلي، ولا ده احنا لا عارفين نلعب كوره، ولا نباصي كوره صح، ولا نبني هجمه صح، ولا نمسك كوره على الفريق المنافس، ولا نطلع كوره من ورا لقدام صح. احنا ما عملناش حاجه، ولكن نرجع نقول ان الفرقه اتبنت غلط. خلينا صراحه مع بعض يا جماعه، الفرقه احنا اتبنت غلط. ونيجي بعد ده كله نحاسب الشناوي لوحده؟ لا، الشناوي مش هيتحاسب لوحده المره دي، كلهم هيتحاسبوا. بجد انتوا مش لعيبه على قدر من المسؤوليه، وعلى قدر من التيشيرت اللي انتوا لابسينه، حفاظا على ان الواحد ما يقولش كلمه مش محسوبه. انتوا مش على قدر من انكم ترتدوا التيشيرت بتاع النادي الاهلي. انا اول مره في حياتي اشوف فرقه بالفظاعه دي. المفروض ان الفرقه دي تنزل تدوس على اي فرقه تانية في الدوري. بجد والله، اي محلل كروي قبل الماتش، قبل الدوري ما يبدا، هيقول لك يا جماعه فرقه الاهلي دي فرقه مرعبه، وانا لو في الاداره من ماتش غزل المحله الراجل ده يمشي، الراجل ده فاضي. ومن بعد كاس العالم الراجل ده يمشي، وقلنا الكلام ده. الراجل ده فاضي، والراجل ده ما عندوش حاجه وما قدمش حاجه. انا عايز اعرف، مفيش جمله تكتيكيه يا مؤمن اتلعبت صح؟ مفيش جمله تكتيكيه اصلا اتلعبت. الراجل ده يا جدعان ما عندوش، هو مش قادر يدي، ما عندوش، فهو مش هيبقى عنده. خلينا متفقين ان هو ما عندوش ومش هيبقى عنده. امبارح طبعا سمعنا كابتن ابراهيم فايق بيقول لك حطه على الشاحن اللي بيرو خارج الاهلي. او ما انت هتبقي عليه؟ يعني انت هتبقي عليه بعد كل ده؟ هتبقي عليه. قول لي هو عمل ايه؟ الراجل لعب 7 أو 8 مواجهات، خسر منهم 2 وتعادل في الباقي، وكسبنا واحده، انا اسف، بتاعت فاركو، لسه في اول الدوري. ولا لا هتبقي عليه لحد اخر الدوري لما الاهلي يبقى مركزه ال 17 ونهبط؟ ولا ايه؟ مش فاهم بجد والله يا جماعه. اللي بيحصل ده كتير يا جدعان، بجد اللي بيحصل ده كتير قوي. اللي بيحصل ده كتير. جمهور الاهلي يا جدعان محتاج ان هو يحس ان الفرقه اللي معاه دي بتلعب كوره. انا مش معقوله جايب كل النجوم دي ومفيش حتى شكل حلو في الملعب. اخسر بس شكلك يبقى حلو. انا لا شايف شكل، ولا شايف لون، ولا شايف طعم، ولا شايف اي حاجه. هو ده الاهلي؟ هو ده الاهلي؟ هو ده الاهلي؟ هو ده؟ ازاي يا جدعان؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني بجد؟ لنا الله والله، لنا الله. اللي بيحصل ده كتير كتير على اي حد.